مرحبا، احنا هلا بسوق جعلة، رح نفوت ونسأل الناس ونشوف رأيهم بفكرة إنه الأردنيين كشرية، ونشوف ردة فعلهم لكلمة افردها اللي هي اسم المشروع. يلا. الحمد لله هنا نضحك. شيء بيخليني اضحك، اذا شيء بيخليني اضحك لازم اضحك. يعني ما بعتبر كشرية؟ لا مش كشرين، ليش كشرين؟ هذه الناس اخذ فكره عنا، بس انا مش مبالي انه في كشه اردنيه، بس الناس بتحكي هو على هو المزاج عند الانسان. والله احنا بنصب الضحك للعالم. طيب اذا حدا ضحك قدامك بيأثر هذا الشيء عليك؟ شو ممكن يعمل؟ يعني واحد قلبه بيفرفح، يعني بتغير اموره وبصير يعني بنظرك الضحك شيء بيأثر على الواحد؟ طبعا انا بشغلي يعني ابتسامتي ما بتفارق العمل، تلاقي حتى الناس بيجوا بيجوا عشان ابتسامتي، فبيحبوا الواحد يكون مبتسم، شيء طبيعي يعني ابتسم قلبك بيضحك حياتك. ما هو أنا أردني بس محجن. الأردنية دائما كشرين بس ضحوكين، داخلهم بيضحكوا لحالهم، بس أخذوا الطابع الكشري. الناس بتقول عنهم كشرين بس والله ما احنا كشرين، احنا أردنية أصليين. الأصلي دائما مش كشر، لكن اللي بدوروا ورا القروش ورا السوالف بضلوا يكون كشر، لأنه ما في بيع. سوق مقفهر. ليش؟ لأنه وضعه الله يكون بالعون. هو صحيح لو فكر بالحياة بتسواش، الحياة كلها كذب. لو فكر فيها مزبوط لازم دائما الواحد يضحك. يعني الابتسامة هي سمة الإنسان العاقل، سمة الإنسان اللي عنده روح وحياة للحياة، فلذلك لازم الإنسان ما يكون كشر. لأنه شو هو شيء الكشرة؟ يعني الكشرة أصلا مش من طبيعتنا. لازم يكون دائما الواحد مرح، يعني يشوف قبيله بابتسامة، لأن الابتسامة تدخل للقلب، فأي إنسان تبتسم وجهه تدخل بقلبه. فلذلك أنا بتمنى كل الشعب الأردني دائما يكون بشوش ويكون صادق مع نفسه، لأنه هو بطبيعته مبتسم. بدي أسألك سؤال، شو رأيك بالمثل اللي بيحكي إنه إذا ما بتقدر تبتسم ما تفتح دكانة؟ أكيد صح. ليش طيب؟ كيف بدهم يجوا عندك زباين طالما انك مكشره؟ مش ممكن. طب إذا إجا عندك زبون كشر كيف تتعامل معه؟ برضه بضحك فوق شوي. وبيأثر هذا الشيء؟ أكيد 100%. افردها. فردها كمان أكثر من هيك؟ بدي أسألك شو رأيك بالناس الكشرين؟ كشرين؟ حلوين. هل برأيك الأردنيين كشرين؟ جدا. جدا؟ وأنا أكثر واحد كشري. Hello. How are you? Very well. I want to ask you a question. Do you think that Jordanian people are sad people? They are not smiley people? No, I don't. No, I think Jordanian people are very smiley. Yeah. It depends what sort of mood they're in, really. If you smile in front of someone, do you Yeah. think that he smile back? Okay, maybe not in the streets. Maybe I think it really depends where you are. I find personally in the ballad maybe less so, in Rainbow Street and Webster more so. Yeah, it depends where you are. Depends on the person as well. So if you see someone sad, do you think that if you smile in front of him, he will change his face or he will smile? Do you think that your smile has an effect on you? I think it depends. Depends on the smile. I'm smiling a lot right now. I don't know if that's having an effect on you. It depends. Yeah, like okay, thanks. I'd like to think so. Yeah, I'd like to. تفرديها. أكثر من هيك رح يتوزع وجهي. يعني إيجابي لإلهم، أتليست إنه ممكن أحكي لهم إنه مثلا هذا الشغل هاند ميد، هيك بعمل هيك بسوي. يعني بحاول أطلع الموضوع إنه يكون شوي هيك نكسر الجمود بيناتنا يعني. حتى أشوف أنا إيش الشيء ممكن يعني الشيء اللي ممكن ألمسهم عندهم يعني. بس تضحكي لهم بتحسي انهم بيضحكوا معك يعني؟ بصير في حديث بيناتنا وممكن يعني يمد. يعني بنظرك الاردنيين كشرين ولا لا؟ صراحة لا مو كشرين.
مش كشرين بصراحة أقول لك إياها، لأنه أيوة شوف عندك أي قصة بتصير في البلد، أي شغلة تشوف إنه كيف عم تطلع، بس الظروف هي اللي بتخليك إنه أحيانا يعني مثلا في شغلة بسيطة مثلا بحسها إنه بالسواقة مثلا، إنه الناس ما بتسوق عشان توصل للمكان، بتسوق عشان تهرب من شيء، بتحسك إنه في عنا إعصار في عنا شيء بالبلد والناس عم تهرب، بس يعني بشكل عام لا ما في كشف، بس هي السواقة هي أعطل شيء في البلد بس.